يلا بينا نجيب ربع كيلو لحمة مفرومة ونعمل بيها أحلى وجبة النهاردة. هنعمل وجبة جميلة جدا وتكفي أكتر من فرد، وكمان بمكونات اقتصادية. أهلا بيكم حبايبي، منورين قناة بيتو تشانل. معاكم داليا. هنعمل النهاردة بربع كيلو لحمة. معايا ربع كيلو لحمة مفرومة، ومعايا حوالي ربع كيلو بصل أو بصلاية كبيرة، وبرضو الطماطم حوالي ربع كيلو طماطم. وممكن تزودي اللي انتي عاوزاه تزوديه في البصل او الطماطم، مفيش مشكلة. ومعايا كمان ربع كيلو لسان عصفور. تمام. هنعمل الوصفة النهاردة بطريقة جميلة جدا، وإن شاء الله النتيجة هتعجبكم والطعم بجد روعة. هروح بقى على الكبة هضرب البصل، وعلى الخلاط هضرب برضو الطماطم، ونروح على البوتاجاز نشوف بقى هنبتدي الطريقة ازاي. معايا بقى على البوتاجاز معايا حلة، هحط فيها أي مادة دهنية، زيت، زبدة، سمنة، المتاح عندك حطيه. تمام. طبعا الاسعار كلها ولعت، واللحمه بالذات يعني تقريبا البروتين كله، اللحوم والفراخ والسمك. فمعلش نبتدي بقى نعمل وجبات اقتصاديه على قد ما نقدر. زي ما انتم شايفين كده، بعد ما المادة الدهنية ساحت حطيت البصل بتاعي بعد ما ضربته في الكبة. هبتدي بقى اقلب في البصل لحد ما يتشوح. انا مش هحمره ولا اصفره ولا اي حاجة، انا محتاجاه بس يتشوح ويدبل، عشان بعد كده انزل فيه اللحمة بتاعتي. تمام. لو عجبتكم الوصفة المرة دي ولقيت برضو في لايكات وفي تفاعل، هعمل لكم وصفات كتيرة اقتصادية الفترة الجاية ان شاء الله. اوكي. وطبعا غير ان هي اقتصادية، كمان يعني بتخرجكوا عن الروتين بتاع الاكل اليومي، يعني بتعتبر حاجة جديدة برضو. و... وفي نفس الوقت ما بتاخدش وقت، يعني ما بتاخدش وقت منك خالص في العمايل. يعني الموضوع كله بتاع نص ساعة او ساعة الا ربع بالكتير، وكل حاجة بتبقى جاهزة. فممكن لو انت مستعجلة تعمليها على طول، مش هتاخد وقت معاكي. بعد ما حطيت اللحمة بتاعتي ابتدي اقلب فيها واسيبها تستوي. وزي ما انتم شايفين كده هي استوت. اللحمة المفرومة طبعا معصجة عادي خالص، بس انا مش هحط لها التوابل بتاعتي خالص، لاني انا هحط التوابل مرة واحدة في الوصفة كلها. اوكي. بعد بقى ما عملت اللحمة بتاعتي، هنقلها في طبق، لاني هستعمل نفس الحلة في بقية الخطوات. يعني بنحاول بقدر الامكان برضو ان ايه نوفر حلل كتيرة. تمام. حطيت بقى معلقة صغيرة من السمنة، وهضيف كمان شوية زيت عليها، وهبتدي بقى انزل هنزل باللسان العصفور بتاعي، وابتدي احمر فيه اكني بعمل لسان عصفور عادي خالص. تمام. اشوح فيه كده لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل بتاعنا. شايفين لونه بقى تحفة ازاي؟ خلاص انا كده حمرته. هبتدي بقى انزل بعصير الطماطم اللي انا عملته، وهديله تقليبة كده. وبعد كده هنزل بقى باللحمة المفرومة اللي احنا عصجناها. وبعد كده بقى هضيف عندي مية مغلية. عندك كذا اختيار بالنسبة للإضافة دي، لا إما تضيفي مية مغلية زي ما أنا ضفت كده وهنضيف التوابل، لا إما تضيفي شوربة. عندك شوربة فراخ، شوربة لحمة، وطبعا لما بتبقى شوربة بط دسمة بتبقى أحلى كمان. فممكن تضيفي الشرب، أو ممكن تضيفي مية مغلية، او ممكن تضيفي مع المية المغلية مكعب مرق دجاج. انا حطيت مية، وهحط معايا التوابل. حطيت ملح، وهحط كمان الفلفل. مش هحط توابل كتير، هي ملح وفلفل بس. تمام.
طبعا لو انت هتحطي شوربه تخلي بالك ما يبقاش التمليح بتاعك عالي، لان الشوربه هتكون مملحه. ولو هتحطي مرقه دجاج مكعبات برضو تقللي التوابل اللي انت هتضيفيها، عشان نعمل حساب ان ما تبقاش حادقه قوي. تمام. انا كده خلاص تبلتها، هديها تقليبه. والميه زي ما انتم شايفين حطيت بتاع من 3 ل 4 كوبايات ميه. هدوقها بقى دلوقتي اشوف الحدق بتاعها، لقيتها مظبوطه تمام. هسيبها تاخد غلوه كده ونشوف الخطوه اللي بعد كده. تمام. ادي خدت الغلوه بتاعتي، هطفي عليها. زي ما قلت لكم الميه حوالي من 3 ل 4 كوبايات، عشان تبقى فيها صوص، لان مجرد ما تاخد الغلوه بتمتص شويه من السوائل عشان اللسان العصفور. تمام. هبتدي بقى اجيب معايا طواجن. انا هعمل التكمله او التسويه في طواجن صغيره. طبعا ممكن تسوي المقدار كله في الحله وهيطلع حلو ومفلفل وطعمه جميل جدا، لكن انا بحب اعمل الخطوه دي، بتفرق معايا قوي في الشكل وفي الطعم. هنحطه في طواجن فردية كده، على اساس يبقى كل واحد طاجن، او ممكن تحطيه ما عندكيش طواجن صغيرة حطيه في طاجن كبير. ما عندكيش طاجن كبير حطيه في صينية بايركس او صينية عادية، وبعد كده يتقطع ويتاخد منه عادي، ما فيش اي مشكلة. يعني ما تكلفيش نفسك وما تعقديش الامور، المتاح استخدميه. انا هحط كده الكمية، شايفين كمية حلوة وكتيرة وكترت. هنحط بقى في الطواجن، وطبعا مشغلة الفرن بقالي ربع ساعة مسخناه. هنشوف بقى هنعمل كام طاجن كده. شايفين انا طبعا هحط الطواجن بنحط طبعا الطواجن في صاج او في صينيه، عشان نحطه في الفرن يبقى بكل سهوله، ولا يدلق ولا حاجه، وفي نفس الوقت يبقى الحراره متوزعه كويس، خصوصا لما تحطيه في صواني ألمونيا بيوزع الحراره حلو وبيبقى كويس في التسويه. انا عملت اهو زي ما انتم شايفين 4 طواجن، حجمهم حلو على فكره ومليانين، وكمان لسه باقي في الحله شويه كمان. هجيب طاجن كمان وايه وهحطهم فيه. الوجبة شايفين الوجبة عملت كمية حلوة. وخلي بالكم الربع كيلو لحمة باين جدا جدا في الوصفة، ما هواش بقى ايه يعني قليل وتدوري عليه، لا لا لا، الربع كيلو حلو قوي مكفي وبالزيادة. عاوزة تكتري بقى طماطم، تكتري بصل، تضاعفي لسان العصفور براحتك. بس هو المقدار ده كده حلو ومظبوط، لكن لو زاد بقية الكميات حابة تزوديه مش هيقول لا خالص، وهيبقى برضو طعمه حلو. انا كده عملت الطواجن بتاعتي حوالي 5 طواجن زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى الخطوة الأخيرة. بقى شوية جبنة مبشورة، جبنة رومي مبشورة على الوش. دي بتدي تيست رائع جدا جدا، بتدي لون وشياكة قوي للطاجن. بس هي خطوة اختيارية، لو انت حابة تحطيه كده هيبقى حلو جدا جدا، وهيعمل وش من الطماطم اللي احنا حطيناها. طبعا مسخنة الفرن زي ما قلت لكم على اعلى درجة، يعني 200 او 250، بقاله حوالي ربع ساعة بيسخن. ادخلها الفرن ونرجع نشوفها بعد ما تطلع، هنشوف شكلها ايه. هي تقريبا بتاخد في الفرن حوالي نص ساعة، مش اكتر من كده. تمام. تكون اتشربت المية بتاعتها واتظبطت. وادي الطواجن بتاعتنا طلعت من الفرن زي ما انتم شايفين كده، شكلها رائع، ما خدتش فعلا اكتر من نص ساعة. طبعا ممكن تتاكل لوحديها كده من غير اي حاجة، طعمها حلو ومشبعة. طبعا ممكن تعملي جنبيها اللي انت عاوزاه. طبعا هنقدم جنبيها برضو سلطات، ممكن تعملي جنبيها شوية بطاطس محمرة. ممكن عاوزة تعملي مثلا صينية جلاش، بدل ما نحطه لحمة مفرومة يبقى متكرر، لا ممكن نحشي الجلاش مثلا جبن، او ممكن نحشيه خضروات، على اساس يبقى حاجة متنوعة مع طاجن اللحمة المفرومة باللسان عصفور. تمام. ففي كذا فكرة ممكن تتعمل جنبيه، او ممكن لوحده كده، هيبقى وجبة حلوة جدا جدا. وزي ما انتم شايفين حوالي 5 طواجن، حجمهم حلو
عاوزة اقول لكم بقى ريحته رائعة جدا مع شوية الجرجير مع شوية السلطة مع شوية البطاطس، بتبقى أكلة حلوة قوي. وفي نفس الوقت خرجنا عن المعتاد وعن الرز والطبيخ والصواني والحاجات دي. هندوق بقى مع بعض ونشوف قد ايه اللسان عصفور، قد ايه مفلفل وقد ايه جميل جدا وشكله مبهج. على فكرة بيتعمل في العزايم، بيبقى فعلا حاجة تشرف شكلا وطعما وحاجة جديدة. هتلاقي كل المعزوم عندك هيقولك ده معمول ازاي وطريقته كده. يلا بقى نشوف مع بعض الطاجن وندوق. وطبعا يعني الطاجن مليان كله فوائد، في البروتين وفي النشويات وفي الدهون، يعني بصوا يعني متكامل. غير طبعا السلطة والجرجير والحاجات اللي احنا حاطينها. تمام. شايفين شكله عامل ازاي؟ طبعا هو مولع والجبنة سايحة ورائعة. شايفين كل لسان عصفور كل واحدة بوحدتها، ما هواش عجينة ولا حاجة. وخلي بالك يعني هو لسه تحسي فيه صوص شوية، لكن مجرد ما يهدى ويبرد هتلاقيه بقى ايه، يعني بقى عادي يتاكل كده زي الرز، يعني بقى مفلفل اكتر. بس هو كده رائع جدا. شايفين من على قرب؟ بصوا يعني ما فيش اي يعني ابسط من كده ولا اسهل من كده. ما خدش وقت، ما خدش مكونات ولا مقادير كتيره، ما خدش مواعين كتيره. غير كده كمان عملناه بكميات بسيطه، بس عمل في الاخر النتيجه كذا طاجن. فبرضو دي حاجه حلوه. وزي ما قلت لك ممكن تعملي جنبيه حاجه تانية لو انت حابه، ممكن سمبوسك. يعني في كذا فكره بقى ممكن تفكري فيها. شكله رائع جدا. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك وما تنسوش الشير. ولو فعلا عجبتكم الوصفة الاقتصادية وعاوزين وصفات تاني اكتر، عينيا الاتنين اكتبوا لي بس تحت الفيديو اي كومنت وانا اعمل لكم وصفات اكتر. ده كان شكل الطاجن بعد ما نصه تقريبا اتاكل. حبيت بس اسلط الضوء اكتر على اللسان عصفور. شايفين مفلفل لحد اخر واحدة ولحد قعر الطاجن، والدنيا رائعة. إلى اللقاء في فيديوهات جديدة.